كثير منكم عنده بنات أو كانت بكره بنت كما هو ربما حال الدكتور، وأنا بكري بنت أيضا. في المجتمع شو عندك؟ بنت. أنا كان عندي 3 بنات ثم جاء الولد. كم عندك بنت؟ يلا الله يعوضك. طب مين قال لك إن أنا زعلان؟ قديش عندك بنتين؟ يلا الله يجبرهم بالولد. قديش عندك 3 بنات؟ الله يعوض عليك يا رب. يا عمي من قال؟ ومن قال عني أشكو؟ أي تخلف هذا؟ أي إجرام هذا؟ من كانت له بنتان فرباهما فأحسن تربيتهما وكانتا له إيش؟ عتقا من النار. طب يا رسول الله وبنت؟ ومن كانت له بنت فرباها فعتق، لم يقل هذا عن الأولاد. عائشة رضي الله عنها كانت إذا سمعت أن إحداهن قد ولدت لم تكن تسأل عن الذكر والأنثى، إنما ماذا كانت تقول؟ كيف صحة الوالدة وكيف صحة المولود. يا أحب لا أحد يعرف منا أين الخير في الذكر والأنثى. كم من الأولاد الذكور كما يقال باللهجة العامية، ولسنا نتفق، يقول عبد أهل العجل. اللهجة العامية كذا يعني إيش؟ أراهم جهنم في الحياة الدنيا والذي كانوا ينتظرونه. وكم فتاة كانت مكروهة لأنها فتاة لم تفعل شيئا، هي الوحيدة التي بقيت لأمها وأبيها وهي التي رعت وهي. لذلك رسالة أقولها يا أحبة، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نعود إلى الجاهلية الأولى. البنات الحبيبات المؤنسات الغاليات ومكانة الأنثى عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يا أحبة، زعيم وقائد روحي ونبي وقائد دولة عسكري، في مرض موته ينازع: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. خيركم الآن انتهى في موقع آخر: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.